السلام عليكم. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده فيديو مهم جدا جدا جدا، بس عندي سؤال واحد: مين اسلام صبحي؟ طبعا عشان تعرف قصه اسلام صبحي، انا من ساعه الفيديو بتاع يوسف صبحي، مع اني مش اول مره اصور عنده، وكل الناس بتكلمني: الو اسلام صبحي معاه؟ اقول له يا حبيبي اسلام ابو كنده معاه. الو اسلام صبحي معاه؟ يا حبيبي والله اسلام ابو كنده معاه. لا انت اخو يوسف صبحي ومش عايز تخلي اخوك يكلمنا، خلي اخوك ينزل الرقم بتاعه. طب يا رجاله عشان ما اطولش عليكم نسيب الفيديو بتاعنا. الارقام الشخصيه دي تخص الناس، فانا مش هقدر اديك رقم شخصي عشان محدش يتصل على الرقم بتاعي يقول لي اديني رقم يوسف، او اديني رقم يونس، او اديني رقم مهند، او اديني رقم يوسف الرايق. فيلا بسرعه 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 عشان الفيديو ده. هنجوز حمام جايبينه بقالنا كام يوم، وهنجوز حمام غزار، وهنبدأ نظبط الدنيا عشان خاطر العيال. طب يا رجاله مبدئيا كده احنا هنخش في الاخبار الوحشه الاول، وبعد كده نبتدي نتكلم عن الحاجات الحلوه اللي في الفيديو وفرجك على الحمام اللي احنا هنجوزه. تمام كده؟ الاخبار الوحشه ان القص دول، اللهم صل على النبي، زي ما انت شايف كده القص دول كان معاهم حصويتين. طبعا انا نقلت من الخشب للسلك بالنسبه للحضان، وحطيت الوزار الناحيه التانية. تمام كده؟ الحمام ده يا رجاله انا مجربه، ودي مش اول مره انقله وهو معاه حصى كده. المره دي تقريبا هما يعني عشان خاطر المكان مكشوف، لان انا كنت بنقل من خشب لخشب فالدنيا مقفله، فعادي مش عارف. يبقى دول الجوز، دول اول جوز. تمام كده؟ الجوز دول تاني جوز، دول كان معاهم حصى وكان خلاص على وش فك كده 4 حصوية. طبعا رجاله اخر جوز، الجوز دول والجوز الوحيد اللي معاه حصوايه واحده ورايقه، وانا سايبها عشان محضن الشقلباز، الحصى بتاع الشقلباز عند الباكستانيات في نفس الفتره، وكنت فاكر ان الحصوايه دي عمرانه وما بصيتش عليها، فانا مستني بس الحصى يفك عند الشقلباز يكونوا دول محضرين لبه، ابتدي انقل الزغلولتين بعد ما يفكوا، وهم كده كده في نفس الميعاد. طب يا رجاله الحصويتين اللي انا بكلمك عليهم هم تحت القص ده. عايزك تركز معايا في الفيديو ده قوي عشان هوريك فرق لما يكون في حمام وزار في خشب، وبالذات في الخشب دوت، الخشب اللي ضيق دوت، وبين الحضان. طبعا يا رجاله انتوا المره اللي فاتت شفتوا قد ايه في نسبه رطوبه عاليه تحت الحضان مع الخشب، برغم ان احنا بننضف. تعالى اوريك الخشب عامل ازاي تحت الوزار برغم ان انا ما نضفتش من ساعتها. ادي يا رجاله اول باب، الباب ده بتاع مارادونا. الباب ده كان فيه نسبة رطوبة عالية جدا جدا جدا، وكان الحمام متبهدل خالص زيه زي القص الشقلباز بالظبط. تمام كده؟ ادي اول باب. تعالى افرجك تاني باب برغم ان انا ما نضفتش. تمام كده؟ الباب نشف تماما تماما تماما، لان زي ما قلت لك الحمام الوزار الزبل بتاعه قليل لانه اكلته قليله، وكمان انا مش هخلي الاصوص دي تزق او الحمام ده يزق، فالحمد لله كده المكان بتاعهم مناسب جدا. طب يا عم اسلام انت بتقول ان انت هتلاقي حمام غزار، الحمام الوحيد الغزار اللي جاهز معايا هما الزرق لطيفه، دول اللي انا هلاقيهم. الخضر والسكرتات، الخضر الدكر لسه مشوك، والسكرتات الدكر لسه عليه واحده والنتايه مخلصه، فاحنا لسه هنصبر شويه على الحمام ده. تمام؟ يبقى احنا يا رجاله هنلاقي الدكر ده هنجهز له طاجن. تمام كده؟ تعالى نجيب الطاجن. طب يا رجاله بس انا عايزكم ايه تركزوا معايا، ده فرش طاجن. تمام؟ احنا هنحطه للدكر
ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بس كده. تعالى بقى ايه، سمي الله ونجيب الطيرة. لا مش هنا، سمي الله ونجيب الطيرة. برغم رجالة ان انا لسه ما عنديش حضان ليهم غير قص واحد اللي هم الباكستانيات وتحتيهم حصى، بس هلاقيهم عشان خاطر انا كده كده هسيب الدكر دوت يزق اول عيش ان شاء الله باذن الله. تعالوا نسمي الله. اذكر الله. اللهم صل على النبي. كده احنا لقينا اول قص في الحمام اللي هيتلقى النهارده. طيرة زايفة ما شاء الله، والدكر زايف. اللي انا هبتدي اعمله مع الدكر ان انا هقص الدكر من عند المشخ عشان ريشه كثيف جدا، فدي حاجة برضو مهمة ان انت تعملها. وانا بقول لك قص، مش بقول لك انت في الريش بتاع الدكر. يبقى دول كده امورهم تمام. تعالى نطمن على القص دول كده ونشوف الزغلول ده. اللهم صل على النبي. دول قص مولانز معاهم زغلول ماشيين معاه كويس الحمد لله. في الغالب هيطلع احمر. بعدنا دينا مستنيين نشوف الزغلول ده هيطلع مين. بالنسبه يا رجاله للشقلباز والناس اللي كلمتنا على الشقلباز، سمي الله واذكر الله. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك عشان احنا عايزين نوصل ل 500 لايك، ده بعد اذنكم طبعا يا رجاله. القص دول اكتر من 10 او 15 واحد كلموني عليهم، كلهم بيخلصوا. بس المشكلة ان بس ان حد حبيبي قوي هو اللي كلمني عليهم. هو مش غريب عليا، هو ابن خالتي وهو هياخد القص، ربنا يبارك له فيه. عشان بس محدش يكلمني على القص دول، هم في ضيافتي النهارده او بكره. لو خد القص ده النهارده، الطيره ان شاء الله ترمي عنده اول حصوايه. زي ما انت شايف كده الطيره اصعدلها على الاخر. طب يا رجاله تعالوا نطمن على مارادونا. سمي الله. اموره طيبه، زغاليله تمام الحمد لله، متدبلين. بالمناسبه دول ان شاء الله يعني برضو محجوزين لحد حبيبي. تعالى برضو نتفرج على القص دول. بصوا يا رجاله، طالما الزغاليل قامت من الطاجن وقعدت بره الطاجن كده، اعرف ان القص خلاص كده ايه على حصى. فربنا يبارك لينا وليكم. تعالى يا باشا نطمن على القص التركيبة. القص التركيبة دول بيخلوني اشاور عقلي في ان انا ما افكهمش من بعضهم تاني. القص ما شاء الله عليهم حنينين ويزقوا كويس، وانا مش عايز اكتر من كده. فان شاء الله احنا هنسيبهم مع بعضهم لحد ما نجيب دكر للطيرة دي باذن الله. ربنا يبارك ونجيب دكر في اقرب وقت، ونجيب طيرة باكستانية. يبقى احنا عملنا كده قص حضان للذرة قطيفة، وقص حضان للغزار اللي عندنا ان شاء الله. كده يا رجالة مش فاضل عندنا غير القص الكريزيات الخضر. القص الكريزيات الخضر برضو معاهم زغلولتين. اللهم صل على النبي. ده الزغلول اللي الناس كانت بتقول هيطلع اخضر، طلع اشعل زي ما انت شايف كده. طبعا الزغلول ده اهداء لاخويا يوسف الرايق عشان هو بيحب الاتواب دي، وربنا يبارك ويطلع على خير ان شاء الله. تعال افرجك اخر قص في الحمام اللي معاه زغاليل. طبعا زي ما قلت لك احنا ماشيين مع الحمام ده طقتين، طقه الصبح في الميعاد اللي هو دلوقتي اللي هو الساعه 9 الساعه 9:30، وطقه المغرب اللي هي بنكلف فيها الحمام كله او وقت كلفة الحمام.
اهم حاجه في الفتره دي ان انت تكون مثبت ميعاد للاكل. الموضوع ده هيفرق معاك جدا جدا جدا. نوع في كلفتك على قد ما تقدر. لو تقدر تخليها 14 15 نوع من الحبوب والبذور، تبقى انت كده عملت مع نفسك ومع حمامك الصح. ناقص بقى القصين التانيين اللي احنا لسه ما لقيناهمش ولسه ما قلتلكش عليهم. تعال نجهز لهم طواجن ونخش على قص ونلاقيهم مع بعض. طبعا رجاله احنا كده ايه، جهزنا طاجنين. طبعا الدنيا متبهدله وانا بقالي اسبوع ما جهزتش من الشغل، فزي ما انت شايف كده الدنيا مش احسن حاجه. بس احنا اول ما ناخد اجازه هنظبط الكلام. تعال نخش كده ونسمي الله عند اول ذكر احنا هنلاقيه ده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي يا رجاله. ده الذكر اللي جابه لنا الدكتور محمود. تمام كده، تعالى اوريك صورته. نسمي الله ونجيبها مع بعض. سمي الله، اللهم صل على النبي. كده دينا عملنا قص تحضير كمان. كده كده يا رجاله احنا بنفرخ من الحمام دوت لينا عشان خاطر بنجهز لمفاجأة. بس المفاجأة دي ان شاء الله مش هتبقى الصيف دوت، ان شاء الله الصيف الجاي هيكون في لفت وهيكون في حمامتين محترمين في الزواجل. وان شاء الله باذن الله نبقى حسن ظنكم وربنا يبارك لنا ويبارك لكم. الدكر ده اول ما هفرخه لازم اوريك عياله، ولازم اوقف عياله ليا لنفسي. والطيره دي اخت مارادونا. تعالى يا باشا بقى ايه، ناخد اخر ما موجود معانا في الفيديو. سمي الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده الدكر اللي كنا جايبينه من عند عمي. انا قلت لك ان الدكر ده انا واخده من عياله، من على عياله. يعني كان معاه زغلولتين بطش كده حلوين وخدته من عند الراجل، والراجل ما بيتاخرش عليا حرفيا. فطبعا عايز اشكره واقول له كده كده يا باشا هيكمل المسيره. وتعالى اوريك الطيره بتاعته، انت كده كده شايف. تعالى نجيب الطيره دي بقى يا رجاله. ريحنا وبتقعد ترزع وبتخبط، فاتمنى ان هي تكون بتعمل كده عشان خاطر عايزه تروح للدكر مش اكتر. بسم الله. مش قلتلك طيره بنت لذينه؟ بسم الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. هما كده كده بقالهم اكتر من 3-4 ايام قدام بعض وشايفين بعض. فيعني على كمان فيش كمان ساعة وتلاقيهم واخدين بعض والدكر بيخنق لها والدنيا تمام. طبعا رجاله احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانا بحاول على قد ما اقدر الفترة دي اعمل لك فيديو يوم ويوم. فانت ما تخزنيش بقى، وعايزين نوصل 500 لايك لا اكتر ولا اقل. الكومنت بيفرق في معنويات الواحد تماما. وبرضه بفكركم انا وبرضه يا رجاله قبل ما نقفل الفيديو عايز اوجه شكر خاص للجو، برغم الصداع اللي معمول لي بسبب يوسف صبحي. بس انا بشكرك يا صديقي على اللي انت عملته معايا الفتره اللي فاتت. من تاني فيديو لازم تاخد حقك. المهم الفيديو خلص يا رجاله. اتمنى ان انتوا تدعموني الفتره اللي جايه. كان معاكم اخوكم اسلام ابو كنده، مكانكم بس سلام.